يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. انا النهارده هعمل اكله اقتصاديه خالص وان شاء الله تبقى بسيطه وحلوه وتعجبكم وتكون موفره. يعني ايه اكيد في كل بيت منها وهتكون موفره وحلوه. عندنا بطاطس هنسلقها النهارده، غسلناها كويس جدا كده وقطعناها القطع ديت، وعندنا حله فيها نصها ميه. هننزل كده بالبطاطس بعد ما غسلناها كويس جدا اهوت اهو. وعندنا 6 من البيض هنسلقها برضو معاها. هنعمل بقى فريكهم رز حباية وحباية، وهنعمل سلطة وهنعمل حاجات حلوة وان شاء الله تعجبكم. معانا نص معلقة كده كبيرة من الملح هننزل بيهم اهي، وهنقلب بقى ايه البطاطس بتاعتنا في البيض كده، وهنولع كبيرة من السمنة البلدي هننزل بها في الحلة اللي هنعمل بيها الرز، يعني اللي احنا هنعمل الرز فيها حباية وحباية، وشوية كده من الزيت، زي 5 معالق كده من الزيت كده تمام اهو. وهي يا جماعه انا طبعا ايه عامله 4 كوبايات من الرز، غسلتهم كويس جدا ونضفتهم. هنزل بالنص وهسيب النص التاني اهو، يعني انا هحمر نص الكميه والكميه التانيه لا بتاعنا. بصوا اتحمر بقى تمام. الكاميرا ممكن تكون جايباه فاتح بس هو ذهبي ولونه حلو جدا، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى ببقيه الرز بتاعي اهو، وهقلبه كده كويس اهو. الرز اللي ابو حبايه وحبايه دي بيبقى جميل جدا وطعم قوي وحلو قوي في الاكل واقتصادي، يعني احنا زي ما احنا بنقول احنا الغدوه بتاعتنا النهارده اقتصاديه اهو. قلبته كده كويس جدا في بعضه، وعندي ميه مغليه هنزل بها وهي يا جماعه الميه مغليه اهي. بسم الله اهو كده كويس. الرز بتاعي هنقلبه كده زي ما انتم شايفين كده. هو ممكن يعوز شويه صغيرين خالص من الميه بس انا شايفاه كده كويس. هنحط بقى ايه معانا معلقتين صغيرين كده من الملح. بسم الله اهو، دي مش كانت مليانه المعلقه التانية. هقلب بقى الرز بتاعي كده واسيبه بقى يستوي. استوت شفتي؟ بسم الله كده البطاطس استوت وبقت تمام. هنشيلها بقى نقشر بقى البطاطس بتاعتنا. شوف اما بتسيبها مستويه كويس بتطلع معاك القشره بكل سهوله اهو. وبنخلص بقى كده بقيه الكميه. شفتوا سهله ازاي البطاطس اهي. نقوم حاطينها برضو قشرنا البيض وهنحمر بقى البطاطس. حطينا زيت وقدحناه اهوت. طبعا زيت البطاطس لازم يكون مقدوح عشان البطاطس مش تلزق وتبقى وحش اهوت زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يا جماعه معانا كده ايه نص معلقه من الثوم، نص معلقه كبيره من الثوم. معانا 3 فلفلين قرنين من الفلفل اهوت. هنقطعهم كده شرايح زي ما انتم شايفين اهو. هنعمل طماطم هنعملها حلوه جدا مخلله اهو. يعني هنعمل حاجات بسيطه وسهله وان شاء الله ايه تعجبكم. معايا فلفل اسود هنزل كده بربع معلقه، نص معلقه فلفل ملح وخلاص كده. وهي يا جماعه هنعمل بقى السلطه بتاعتنا. ما تجيبيهاش للاخر، يعني انت اعملي السلطه بتاعتك بس ما تنزليش لتحت قوي اهو. شفتوا احنا عايزينها كده اللي هي الطماطم المحشيه بالثوم والفلفل زي يعني دي الطماطم المخلله يا جماعه اهو. شفتوا عملنا الطماطميه بتاعتنا ازاي تبع الكميه بقى اللي انت عايزاها. انا معايا 4 حبايات طماطم وعملت الدقه اللي انا وريتها لكم اهي.
اهي. هجيب كده بقى بالمعلقه وهحشي الطماطم بتاعتي. بسم الله اهوت اهو كده من الاول لحد الاخر بنحشيها، وبنقوم رصينها بقى ايه في الطبق بتاعنا، وناخد تاني واحده ونحشيها. على فكره بيبقى طعمها جميل جدا، وبتبقى في ريح الاكل النواشف ده حلو قوي. يعني مثلا رز، عدس، حاجات بقى ايه، الحاجات اللي النواشف دي بتبقى حلوه قوي. الطماطم المخلله دي فريحه، يعني انا لما بعملها بصراحه بتبقى حلوه جدا. واحسن ما تجيبي مخلل بقى من بره وكده، ممكن تخللي في ثواني. الخيار برضو بخللته معاكم في الفيديو اللي انا نزلته لسه هينزل. يعني البطاطس بتاعتي كده اتحمرت وبقت تمام، هطلعها بقى. وشفتوا بقى الرز بتاعنا مفلفل وجميل وريحته جميله، ريحته حلوه قوي وجميل بجد بجد وحلو خالص. هجيب طبق بقى واغرفه معاكم. واهو يا جماعه غرفته بقى، معلش بعيد عن التصوير بس مش مشكله اهوت. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم النهارده في الغدا بتاعنا البسيط السهل ده. عملنا الطماطم مخلله، وعملنا بطاطس محمره، وحمرنا البيض، وعملنا رز حبايه وحبايه، بس جميل جدا اهوت. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامة، باي باي.